معايا مطوه، رحت للاولاني ولا سكه ودغري كده هات الموبايل اللي معاك بدل ما هعورك. هقول لك على ثغره قاتله تحول جنايه السرقه بالاكراه من ان هي جنايه يعاقب عليها بالسجن المشدد او المؤبد لجنحه يعاقب عليها بالحبس من 24 ساعه ل3 سنين. المعلومه دي بيدفع فيها فلوس، خد بالك، فركز معايا. ايه بقى القصه وايه الموضوع؟ هشرح لك الوضع بمثال بسيط عشان تفهم معايا، عشان الناس الطبيعيه تفهم معايا. انا دلوقتي قدامي 2 رايح اثبتهم، معايا مطوه، رحت للاولاني ولا سكه ودغري كده هات الموبايل اللي معاك بدل ما هعورك. خاف مني وقام مديني الموبايل طوعيه منه واختيارا لانه خاف مني، قام مديني الموبايل، قمت واخده. دي جريمه. الناحيه الثانيه رحت للواد هات يلا الموبايل، الواد مش راضي يديني الموبايل، شد وجزم معاه، قمت واخد الموبايل بالعافيه ومهدده تحت تهديد السلاح. الجريمه الاولانيه دي لو اي حد طبيعي شافها هيقول لك دي جريمه سرقه بالاكراه، والنيابه العامه في معظم الاحيان بتحققها على اعتبار ان هي جريمه سرقه بالاكراه، جنايه مصيبه سود. في حقيقه الواقع الصوره الاولانيه دي مش سرقه بالاكراه، الصوره الثانيه هي اللي سرقه بالاكراه، ان انا خدت منه الحاجه او سرقت منه الحاجه او اختلست منه الحاجه غصب عنه وتحت تهديد السلاح. انما الصوره الاولانيه ان هو خاف مني وقام مديني الحاجه، دي جريمه اسمها جريمه اغتصاب المال بالتهديد. يعاقب عليها بايه الجريمه دي؟ الجريمه دي جنحه ويعاقب عليها بالحبس، الحبس من 24 ساعه ل3 سنين طبقا لنص الماده ايه 326 من قانون العقوبات. كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود او اي شيء اخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مده لا تتجاوز 2 سنين. لو قدامك قضيه سرقه بالاكراه والشرط ده تحقق عند سعادتك، اطلب من المحكمه او اطلب من النيابه تحقيقها كواقعه اغتصاب مال بالتهديد. وخد بالك الماده دي هتفيدك جدا في قضايا الابتزاز الالكتروني، وهبقى انزل لكم فيديو تاني خاص ازاي تحول قضيه ابتزاز الكتروني لاغتصاب مال بالتهديد. وقول لنا في التعليقات انت كنت تعرف الموضوع ده قبل كده ولا لا.